هلا البلديات قصتهم شوي كبيره. كثير اسئله بعد ما طرحناها. ضيف مع سحر، لقاء أسبوعي مع ضيوف ومواضيع متعددة بأغلب المجالات الحياتية. ضيف مع سحر، إعداد وتقديم سحر الغريب، كل 3 الساعة 12 الظهر عبر صوت الحرية. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة صوت الحرية. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ضيف مع سحر، معي أنا سحر الغريب إعدادا وتقديما، وعلى هندسة الصوت الزميل ماهر بداح. حلقتنا اليوم موضوعها شيق جدا، وهو عن التداخل بين علم الأرقام وعلم الأعشاب، مع ضيف حلقتنا المميز والاستثنائي شعاره شربل معك ما بتفرق معك. عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن البروفيسور في علم الأعشاب وعالم في علم الأرقام وصاحب شركة دواك عشبة، البروفيسور شربل فريفر. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد لي صباحك، صباح كل المستمعين الكرام كمان. أهلا وسهلا فيك. وعذرا تأخرنا شوي عن الحلقة لأنه نحن ببيروت وبلبنان. صحيح. ما في أماكن لأنه يصف الشخص سيارته. صحيح. فللأسف الشديد يعني قد ما نحكي بيبقى الوضع مثل ما هو. نكتفي. بس نحن بنقدر عذابك اللي تعذبتيه اليوم. ميرسي لك وميرسي لك كمان عذبناك. كنت بالأردن. صحيح. أهلا وسهلا فيك شربل. خلي لي قلبك. بداية شربل، ما نحكي عن التداخل بين علم الأرقام وعلم الأعشاب. شو الشيكم ما بيناتهم؟ شو المشترك بيناتهم؟ عندك أول شغلة الأعشاب يلي هي المداوات بالأعشاب. هيدي يعني فينا نقول إنه جدودنا وجدود جدودنا بلشوا بالاعشاب واكتشاف الاعشاب وشو فايده كل عشبه للجسم، وكل صاروا يطوروا مع مرور الزمن لو وصلنا لمحل شفتي انت انه حطوا تركيبات كيميائيه مع الاعشاب. ولكن بلا الاعشاب ما فيهم يعملوا شيء. تركيبات كيميائيه مع الاعشاب وعملوا الادويه. ارتباط علم الارقام بعلم الاعشاب لانه طبيعه العالم، طبيعه تركيبه الاجسام هي نوعين، جسم حامي او جسم بارد. الجسم الحامي ما فيك ابدا 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 تعطيه مأكولات حاميه لانه بصير عنده مضاعفات، لانه بصير عنده حبوب بالوجه، بصير عندنا تشحم على الكبد، كوليسترول، تريغليسيريد، سكري، الضغط، هو كلهم بيجوا لانه نحن فوتنا نوع طعام خاطئ على الجسم الحامي. تنعرف الجسم الحامل هون بفوت علم الارقام، نجمع اسمه على تاريخ ميلاده، نهار والشهر والسنه، بنعرف كتير منيح شو نوع جسمه. الجسم البارد ممنوع ياكل مأكولات مسقعة، ممنوع ياكل بطيخ، ممنوع ياكل خيار، ممنوع ياكل خس، لأنه بس ياكل هول الأشياء بصير عنده بلغم وبصير عنده رطوبة، بصير عنده ضيق تنفس وتقل هبوط، ببطل قادر يعمل شيء. بصير شو يعمل؟ بيلتجئ للمنشطات اللي هي مشروبات الطاقة، أو بيلتجئ لشيء يصير يعطيه نشاط. بينما هو كله منه بحاجة لأنه هو بس بحاجة يعرف طبيعة جسمه، يعرف كتير منيح شو لازم يفوت على جسمه ليولد الطاقة. نعم.